سلمان الفارسي له قبر في ناحية السلام شرعا غرب تعز، ولا يعلم أنه جاء إلى اليمن قط. هذا كتاب شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام، تحذير المسلمين من الغلو في قبر الصالحين. قال حفظه الله تعالى: معاذ بن جبل قبره في الجند الذي ظهرنا فيه هناك قبة أو كذا مزار، يدعون أنه قبر لمعاذ بن جبل. قال: مع العلم أنه رجع من اليمن إلى المدينة. من هو معاذ بن جبل؟ قال: مع العلم أنه رجع من اليمن إلى المدينة في خلافة أبي بكر، ومات في طاعون عمواس في خلافة عمر في الشام، فكيف يكون في الجند؟ إذن وجود هذا القبة أو المزار أو القبر في الجند مجرد دعاية، نعم، من أفعال الصوفية وغيرهم من عباد القبور. وأما معاذ فمعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام بعثه إلى اليمن، نعم، لكنه رجع كما سمعتم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، رجع إلى هناك ومات في الشام في خلافة عمر كما سمع. قال سلمان الفارسي: قد تقدم أن ذكرنا أن ادعاء قبره في الشام غير صحيح، وله قبر في ناحية السلام شرعا غرب تعز، ولا يعلم أنه جاء إلى اليمن قط. يعني مجرد كلام لا حقيقة له، أن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه ماذا دفن في شرع بالسلام غرب تعز، لأنه لم يعلم أنه جاء إلى اليمن أصلا. وهكذا أيضا ذكر الشيخ حفظه الله أنه وجد قبر في آنس في جبل الشرق عليه قبة، وكانت هذه القبة تعبد من دون الله. يدعون أن هذه القبة في جبل الشرق أنها قبر أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، مع أن أنس بن مالك رضي الله عنه لم يأتي إلى اليمن أصلا.